السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبتدي حبايبي مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسونيش بكومنت حلو لقد اكتر. معكم كانت فنجان الهنا. يلا بينا نشوف فنجانك هيقول ايه يا برج العذراء. برج العذراء قراءتك النهاردة بتاريخ 14 أغسطس 2023 يوم الاثنين. ما نلتزمش خالص بالتاريخ، بقدم لكم مصداقية للقناة، ولكن طاقتك مفتوحة ليك طبعا، لا يعلم الغيب إلا الله. قراءة بتنطبق على الجنسين رجل وامرأة وكل الأعمار. القراءة بتكون عامة وليست خاصة. لا بينا نحط كومنت حلو كمان يا برج العذراء. في قناة تانية ليا اسمها سعادة والهنا، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في وصف الفيديو. بليز دعمها باللايك والاشتراك، ويلا بينا نبتدي القراءة. برج العذراء، في طرف ثالث بيحاول يأذي علاقتك مع الشريك مع الحبيب، بس هيفشل. وعلاقتكم هتقوى ببعض اكتر، وشايفة اني يعني هيحبك اكتر، وشايفة ان العلاقة هتقوى بشكل، تاخد شكل قوي. شايفة فيه طاقتك تغيرات مهمة وشغل ولقاءات، فشايفة انك تكون جاهز لان في فرصة متاحة عندك ان شاء الله تبتدي عمل جديد يا برج العذراء. برج العذراء، في ناس بتحاول تخرب عليك وتضرك، تمام، بس خليك انك انت حذر وما بلاش تستفز من حد. الايام دي تركزوا بوضع شغلكم بس، يعني ركز بوضع شغلك يا برج العذراء. خد الحذر باني ان محدش يستفزك. في مجادلات شديدة في حياتك، حاول انك تحافظ على هدوءك مع الاهل. زي يعني شايفة زي ما يكون في مجادلات كده شديدة تخص الأهل في حياتك، يعني حاول انك تحافظ على هدوءك. حافظ على هدوءك مع الأهل يا برج العذراء، وبلاش ان يكون في قسوة منك. عاطفيا في دخول لمرحلة جديدة مع الشريك، وبعض الناس عندها ارتباط وفي رجوع منفصلين. يعني الناس اللي مش مرتبطة في ارتباط للبعض، ودخول للبعض منكم مرحلة جديدة مع الشريك، مرحلة جديدة فيها تطور مع الشريك، مرحلة فيها استقرار وفيها تطور. وللبعض في رجوع منفصلين. المنفصلين دي شاملة مطلقين وشاملة مبتعدين. عندك انتهاء فترة زعل او ضيق انت مريت بيها الفترة ديت في خلال ايام قليلة ان شاء الله، وعندك انتهاء. برج العذراء، في خطوة جديدة هتقابلوها في مجال عملكم للأفضل إن شاء الله. برج العذراء، وفي عودة حبيب غايب، وفي ارتباط رسمي خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله.
في حاجة كده مفقودة ضايعة منكم بتبحثوا عنها، انتوا هتلاقوها او كنتوا بتبحثوا عنها وهتلاقوها. ممكن يكون ده شخص مفقود او يكون شيء مفقود، حاجة مش موجودة ولكن هتلاقوها. تعالى طب يا برج العذراء نشوف فنجانك هيقول ايه خير ان شاء الله. واللي ما دس لايك بليز دوس لايك، صلي على النبي في كومنت يا عذراء. ما ننساش اللايك يا جماعة، اهم شيء اللايك بليز بعد اذنك، دعم الفيديو بتاعك باللايك. الفيديو بينزل بدون اشعار فياريت ندعم الفيديو بتاعنا باللايك. برج العذراء شايفة في فنجانك طاقة تعب، وخصوصا أنثى العذراء عندها توتر وخوف من اللي جاي. سيبها على الله، سيبيها على الله. في يعني برج العذراء في العموم إذا كنت رجل أو امرأة سيبها على الله، ما يبقاش التوتر والخوف ده من اللي جاي، سيب اللي جاي على ربنا. عندك ضيق في الرزق أو من ديون، ولكن مش عارف تعمل ايه. فشايفة ان في هتقدر تسدها، لو ديون هتقدر تسدها، ولو ضيقة هتخرج منها يا برج العذراء. في تغيير يخص منزل عند البعض منكم، اذا كنت انت فيه او هتكون فيه. التغيير ده بعد شهرين، او لو البعض منكم ازاي كنت فيه يعني كان من شهرين، ولكن هو بنسبة كبيرة لسه ما حصلش. فبعد شهرين في تغيير المنزل. التغيير ده بقى ليه علاقة بنقلة او تغيير شيء في المنزل، تجديدات ترميم او حاجة، توجيبات حاجة زي كده. وللبعض منكم لا، تغيير في نقلة، يعني تغيير من منزل لمنزل. عايزة اقول لرجل وانثى العذراء عندهم كلام ومشاكل كتير بخصوص معارف او اصدقاء. في حاجة انتوا بتمروا بيها كده يا برج العذراء. عذراء ظاهر لي في فنجانك انك بتعافر في الدنيا، ومصدق الصوت اللي جواك بيقولك اصبر. ان الضيقة ديت اللي انت فيها انفراجة كبيرة ان شاء الله. صدق صوتك يا برج العذراء، فعلا في انفراجة كبيرة. تفائلوا، اهم شيء التفاؤل. في فكرة مشروع آه اللي انت عاوز تبتدي فيه. فشايفة اني في شهور، يعني في شهور كده، وفي فكرة مشروع هتقوم بيها، او ممكن تكون فكرة مشروع كانت في دماغك ولكن هتقوم فيها في يعني من الشهر ده او كمان شهور، يعني في فترة شهور، مش فترة بعيدة. فشايفة ان في شيء زي ده هتقوم بيه، هتبتدي فيه. بس عايزاك انك انت لو انت هتبتدي في مشروع او في فكرة مشروع عندك، بلاش تسمع كلام حد يحبطك وتوكل على الله. يعني ممكن تكون مثلا فكرة مشروع جايلك ولكن عندك قلق منها، خايف تاخد خطوة فيها، حد بيحبطك. لا، بلاش تسمع كلام حد وسيبها على الله، توكل على الله. برج العذراء ان شاء الله خير.
في حاجة عملتها وندمان عليها برج العذراء، ممكن تكون شيء انت اخطأت فيه او كان الخطأ لنفسك وانت ندمان على حاجة قلت بها، انت حاسس انك انت مثلا عطيت وما تقدرتش، ضحيت وما تقدرش. فممكن تكون حاجة زي كده، حاجة انت بذلت فيها مجهود وما لقيتش فيها نتيجة، فندمت. حاجة انك ممكن تكون، انا بقرب افكار، شيء انك ممكن قمت بيه وخسرت فيه، ممكن تكون بقى جاية من ناحية مهنية، عاطفيا، ايا كان، عائليا، ايا كان ايه. ففي ندم على حاجة انت عملتها وانت اكتشفت ان هي كانت غلط. لو ندمان مثلا على شيء ايجابي انت عملته في آه، في آه، في المكان الغلط، تمام، او مع الشخص الغلط، ولكن البعض منكم ندمان على شيء انت فعلته وانت عارف ان انت اخطأت فيه في حاجة معينة فندمان عليها. بس شايفة انك يعني في توبة، في ندم، في حاجة زي دي، او حاجة انك انت هتكون بالفعل كده الفترة اللي جاية ندمان عليها يا برج العذراء. برج العذراء في يعني لو انت رجل فهي امرأة، لو انت امرأة فهو امرأة برضو تمام. في امرأة، الامرأة ديت بتجيب في سيرتك انت واشخاص منك مع شخص منك برضو. فهي كانت شايفة مثلا ان كان في مواقف منك او من المحيطين بيك كانت خطأ، هي مش متقبلاها، فاهمة بقى غلط او ده صح او الله اعلم ده ايه اللي ما بينكم. ولكن في حاجات من سنين هي بتتكلم فيها، لكن في حد بيدافع على، بس اقول لك الحاجة، الشخص اللي بيدافع على الصح والغلط اللي عندك وبالمحيطين. ازاي على الصح والغلط؟ عارف لما يكون حد آم، معاك على الحلوة والوحشة، انك انت غلط بيدافع، صح بيدافع، يعني هو شخصية مدافع بس، فهو بتخلي الشخصية دي بتخلي الامرأة دي تتنرفز اكتر وان هي تعيب اكتر. دي بكل قليلة. وبكده انا خلصت قراءتك، تمنين عليكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو مننساش شير ولايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالنهاية انا بشكركم وبتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق في حياتكم. باي باي.